مساء الخير. اليوم راح أعمل معاكم السمك المشوي بالفرن بطريقة جدا مميزة وطعم أكثر من رائع. تابعوا معي الفيديو لتتعرفوا على طريقة العمل خطوة بخطوة. في البداية عندي هون سمكة هامور وزن 2 كيلو، جبتها من سوق السمك والسماك نظف لي إياها وعمل لي فيها زي ما بدي، خليته يفتح لي إياها من الظهر لأنه رح أشويها شوي. لكن إذا بدكم تحطوا فيها حشوة افتحوها من البطن. طبعا شال الحراشف ونظفها من جوا ومن برا، بس لا يعتمد على تنظيفهم 100%. لازم نعيد التنظيف ولازم نشيل أي دم موجود جوا، لأنه الدم هو اللي بيطلع ريحة زنخة للسمك. هسا بنيجي للتتبيل الأولى، وما في داعي ننقع فيها السمك قبل بيوم، لأنه السمك الطازة أصلا لحمه طري فما بيحتاج نقع كثير مثل الدجاج واللحمة. بحط بصحن كمية من الثوم المفروم ناعم مع تقريبا 3 حبات من عصير الليمون، ورشة من إكليل الجبل، ومعلقة صغيرة من بهارات الشواء، ومعلقة صغيرة من بهارات السمك، ومعلقة صغيرة من تتبيلة المشويات، ومعلقة كبيرة من البصل المبروش، ومعلقة صغيرة من بودرة البصل وبودرة الثوم والكمون والكزبرة المطحونة، ومعلقة صغيرة من الشطة، طبعا اختياري إذا بتحبوها حارة. أنا هون ما حطيت ملح لأنه كل البهارات اللي استخدمتها فيها نسبة ملوحة. هسا بحركهم مزبوط، وعندي هون السمكة بنشفها مزبوط. بعد هيك بعمل فيها شقوق عشان كل التتبيلة تدخل لجوا، وبجيب التتبيلة اللي عملتها وبفرك فيها السمكة من جوا ومن برا، وبتركها منقوعة تقريبا ساعة. بعد هيك بحط بالصحن نص كاسة زيت زيتون وكمية من البقدونس أو الكزبرة، أنا هون استخدمت البقدونس، وحبة من الفلفل الحلو المفروم، وحبتين من البندورة المفرومة ناعم، وراس من الثوم المفروم، وعصير ليمونة، وعندي هون حبة من الجزر قطعتها بالشكل هذا وشوحتها على الغاز. بحطها على الخلطة، ورشة من بهارات السمك والكمون، ومعلقة كبيرة من معجون الطماطم. بحركهم مزبوط، وبجيب الصينية بغلفها بالقصدير بالأول، بعدين بورق الزبدة، طبعا اختياري. هسا بحط التتبيلة على السمكة بالطريقة هاي، وبسكر القصدير عليها من الجوانب. هسا بدخلها الفرن، النار من تحت بس ربع ساعة، وباقي المدة رح تكون النار من فوق على الشواية. بنزل الصينية لأوطى درجة بالفرن، وبعلي الشواية على أعلى درجة. طبعا السمك بيستوي بسرعة، ولازم ما نبالغ بطبخ السمك عشان ما ينشف معنا. هسا رح أعمل مقبلات مع السمك. بحط بالمفرمة حبتين من الثوم مع 3 معالق من اللبن، و4 معالق من الطحينية، ومعلقة صغيرة من الكمون، ونص كاسة من عصير الليمون، ورشة من الملح. بخلطهم مزبوط، وبكون فارم حبة بندورة ناعمة، وبحط شوي من الصوص اللي عملته، وبرضه هون فرمت بقدونس وحطيت من الصوص، وهون فرمت حبة خيار، وبهيك بكون عملت 3 أنواع من المقبلات بنفس الصوص. طبعا كمان عملت مع السمك طريقة للبطاطا جدا رائعة وزاكية ومناسبة إنها تنحط جنب السمك. سلقت كمية من البطاطا، طبعا قبل هيك بكون مغسلها مزبوط. بحط بصحن كمية من زيت الزيتون، ومعلقة صغيرة من الشطة والبابريكا الحلوة وإكليل الجبل والبهارات والثوم المطحون وبهارات الشواء. بحركهم مزبوط، وبجيب الصينية بفرشها بورق الزبدة، وبجيب حبات البطاطا المسلوقة وبحاول أهرسهم بالطريقة هاي بالكاسة، إشي بسيط يعني، مجرد ما فردت عندي الحبة بوقف. هسا بنزل الخلطة عليهم وبدخلها الفرن من فوق على الشواية
لحتى تتحمر. وبهيك بنكون خلصنا وصفتنا لليوم، وما شاء الله السمك طعمه أكثر من رائع. بتمنى تجربوها وإن شاء الله رح تنال إعجابكم. وإذا عجبتكم بتمنى تعملوا لي لايك وشير واشتراك بالقناة، ويعطيكم ألف عافية وصحتين وهنا.